القصة دي بقلم الكاتبة الموهوبة شروق حسام. في فيلا في أحد الأحياء الراقية كان صوت يعلو من الفيلا عالي لدرجة إن الحي كله سمعه. بقى أنا نجمة سندريلا وملك الجمال الدفعة كلها، أتجوز فلاح وكمان مش متعلم. يعقوب أبو نجمة قلبه قسوة. فلاح، وإذا كان عاجبك على أجل ربيكي من أول وجديد وتبطلي القرف اللي انت بتعمليه كل يوم شرب وسهر لآخر الليل. هيعلمك الأدب والأخلاق اللي أمك فشلت إنها تعلمهولك. أنا غلطان إن أنا سبتك تروحي أمريكا مع أمك لما طلقتها، وأنا عارف أسلوبها وطريقتها، بس إن شاء الله هصلح غلطتي وكتب كتابك على ابن عمك الفلاح الصعيدي اللي مش متعلم زي ما بتقولي يوم الخميس الجاي. بابي استنى اقف، أنا لسه ما خلصتش كلامي. دادي انت بتقول ايه يا ابوي؟ عايزني انا ليل سلطان كبير عيلة السلاطنة وكبير الصعيد اتجوز واحدة من البندر؟ ده اهل البندر ما عندهمش خشة ولا حياة، مستحيل اتجوز واحدة منيهم. يا ولدي دي بنت اخوي عيارها فلت، كل اللي بقى شغلها هو السكر والسهر والشرب وصحاب السوق واكلين عجلها، مفيش حد غيرك هيقدر يشكمها ويرجعها للطريق المستقيم. يا ابوي كلمتك سيف عليا، بس الا بنت البندر ما اقدرش ان انا اتجوزها. خلاص يا ولدي اعمل اللي يريحك، وانا خلاص هرجع في كلمتي وعدي لاخوي وهجله ان انت مش رايدها. ليل وهو بقرب من ابوه لما شاف الزعل على وشه وبس ايده وراسه بحب. خلاص يا ابوي حقك عليا، لا عاش ولا كان اللي يزعلك ولا ينزل كلمتك الارض. كاتب كتاب زي ما انت حددته بالظبط، انا موافق. نرجع لمكان تاني عند بطلتنا. انا هتجنن يا دانا، ازاي واحده بجمالي وشياكتي اتجوز واحد ملوش لازمه زي ده وكمان مش متعلم؟ دانا من جواها حست بفرحه وحست ان الدنيا مش سايعاها من كتر سعادتها، وقالت بغضب مصطنع: ازاي هتتجوزي واحد مش من مستواكي ولا من مقامك؟ احنا لازم نلاقي حل للمزالة اللي بتحصل دي. يا دانا يا حبيبتي ما انا مش لاقيه حل، انا حاسه ان انا مش عارفه افكر. دانا بخبز انا عندي الحل. وايه هو؟ مودي نجمه بصدمه واشمئزاز. وات بتهزري؟ ما لقيتيش غيره يبقى الحل؟ وده ان شاء الله هيساعدني ازاي؟ اسمعيني بس وخليكي مركزه، انا هجيب لك الحل من الاخر. علا بغضب من دانا اسكتي وما تسمميش دماغ النجمه اكتر من كده، انت واحده خبيثه وبتحقدي عليها. النجمه بغضب: علا ايه اللي انت بتقوليه ده انا صاحبتنا من زمان وبتحبنا الخير، عمرها ما كانت كده. دانا بزعل حقيقي على كلام علا اللي هي بتحبها وبتعتبرها اختها واكتر كده. يا علا ده انا عمري ما اذيتك ودايما بحبك، سيبك منها يا دانا ويلا نمشي من هنا. النجمه بزعل ونظره عتاب: حقيقي انا زعلانه منك حقيقي ومش هكلمك تاني غير لما تصالحي دانا. يا علا نروح في مكان تاني. علا: يا ماما انا حضرتها كتير وهي مش راضيه تسمعني. دانا مسممه دماغها، حاولت كتير اوعيها وهي مش راضيه. دانا خليتها تمشي في طريق كله غلط وحرام، ونجمه من جواها كويسه في الاخر زعلت مني عشانها. علا ما عارفش اقول ايه بس يا بنتي، بس انت خلاص عملت اللي عليكي وان شاء الله هيجي اليوم اللي هتندم فيه وتراجع نفسها على كل اللي عملته. ما تزعلش منها يا علا. مش قادره ما ازعلش يا ماما، مش قادره، كل اللي عليا اقوله الله يهديها. عند ليل دخلت سما اوضته ولقيته قاعد على الفون ومش منتبه لدخولها. تسللت على اطراف صوابعها برفق وفجاه حطت ايدها على عينه. انا مين؟ معلش يا عادل شويه واكلمك، قال كده في الفون. وعادل اللي كان صاحبه وبيكلمه سمع صوتها اللي خلى قلبه ينبض بشراسه. ليل تعالي يا سمسمه اقفي قدامي، انا مش هتخض يعني من الحركات دي. سما بزعل: طيب حتى عمل نفسك مخضوض يعني، هو لازم يعني تكسر بنفسي كده يا اخي؟ ليل وهو بيجاريها بمرح: ليه كده يا سمسمه خضتيني، حرام عليكي. قلبي كان هيقف. احسن قوليلي بقى يا ست سمسمه عايزاها المره دي، ما انا عارفك اكتر من نفسك. احلى حاجه بحبها فيك يا ليل سميه انك عارفني كويس. مش هتجيب لي الحاجه اللي وعدتني بيها؟ حاجه ايه؟ هو انا كنت وعدك بحاجه؟ ليل خلاص اترشيت بسببك، هبعت اجيب لك الشيبسي والكاندي وباقي الحاجات الحلوه اللي عايزاها. تشكر يا اخويا حبيب قلبي. دلوقتي بس بقيت حبيب قلبك وتتكلم مساعدي كمان؟ هبله والله. ما انت كمان كنت بتتكلم مصري ولا هو انا بس اللي هبله يا ليل؟ قصدك ان انا هبله يا سما وهي بتتلفت حواليها: مين قال كده؟ ليل شالها بخفه وفضل يزغزغها بمرح.
خلاص انا اسفة. بطل زغزغة، خلاص انا اسفة مش قادرة. خلاص وقفت. عاملة زي الفرخة الدايخة كده ليه؟ مش هرد عليك علشان بس بحبك. هو انا كمان يا مجنونة بحبك. مش هتقولي بقى ايه اللي مزعلك يا ولد ابوي؟ ليه البتنهي ده؟ ابوي يا ستي عايز يجوزني بنت عم يعقوب لمدة مؤقتة يعني، وانا مش رايدة بس وافقت عشان كلمة ابوي ما تنزلش الارض. سما حضنته بقوة. خير يا حبيبي ان شاء الله. قوم نصلي سوا يلا. عدت الايام لغاية ما جه يوم كتب الكتاب المأذون بنفس الصبر. يا جماعة فين العروسة؟ انا عندي مواعيد تانية لازم اروحها. يعقوب بهدوء مصطنع. جاية يا شيخنا جاية، معلش عروسة وبتدلع بقى. خلص حديثه وشاف نجمة وهي بتدخل من باب الفيلا. هاي يا جماعة سوري اتأخرت عليكم. أحب أعرفكم على مودي البيست فريند بتاعي وحاليا ماي هاسبند. لسه متجوزين عارف النهاردة. ليه العصبية؟ انت بتقولي ايه يا حرمة؟ اول حاجة تعدلي نبرة صوتك وبعد كده كلميني زين. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ بقولك مودي ايه الهمجية دي؟ ابعد عن جوزي حبيبي دادي الحقني. ليل كان ماسك في خناق مودي ماسكه ونزل فيه ضرب. في اللحظة دي كان مودي واقع على الأرض وليل فوقيه. الجماعة لما بصوا عليه لقوه تحته بقى أحمر وبنفسجي وعمال يتلون زي الحرباية من كتر الضرب اللي خدوا منه. مودي بصوت يشبه النساء ابعد عني يا متوحش يا همجي. نو الحقيني من المتوحش ده. يا ريتني ما سمعت كلامي لا انتي ولا ده انا الكلب. الحقوني. انت اسمك ايه؟ ابعد عن نجمة. انت اسمك ايه؟ ابعد عن جوزي. انت مين اصلا يا ابني؟ بابي خلي الحيوان ده يبعد عن جوزي. يعقوب بقوة. جوزك مين؟ هو ده اصلا جوزك يا نجمة؟ نجمة بتوتر. يا دادي. يعقوب هو بيضربها على وشها بقوة. انت نزلت راسي للارض وانا هصلح غلطي بطريقة الغلط. انت هتتجوزي زين اخو ليل اللي متجوز 2 وانت هتكوني التالتة، لان ليل يستحق واحدة احسن منك. يلا اطلعي على اوضتك علشان مش عايزة اشوف وشك غير بعد كتب الكتاب لما تروحي مع جوزك. انت بتقول ايه؟ قلت على فوق. يلا ابدأ يا شيخنا. بعد شوية تم كتب الكتاب والمأذون مشي وكل حاجة انتهت ونجمة أصبحت زوجة ليل رسميا، لأن ليل هو اللي كان موجود مش زين. بس والدها حب يقول لها ان ده زين مش ليه علشان يقول لها ان هو متجوز او حاجة زي كده. انا اسف يا ابني على اللي حصل وانا قلت انك زين بس عشان نجمة مش هتتعادل غير بكده. مثل عليها فترة انك متجوز 2 وانها التالتة. ممكن تتعلم الادب. انا عارف انك ما عندكش اخوات غير سما بس حاول تمشي الموضوع. حاضر يا عم اللي تطلبوه على راسي من فوق وهعمل اللي انت رايته. بس الزوجة الاولى والتانية دول هجيبهم منين؟ قول لها انهم بايتين فترة عند اهلهم عشان يخلق جو للعروسة الجديدة. خلاص يا عم مش مشكلة انا هتصرف مع نجمة وهي اصلا مش هتستجرأ تفتح بقها او تسألني بعد اللي هيحصل. يعقوب في سره. الله يستر. بعد عدة ساعات في الصعيد. فكني يا بني ادم براس كلب انت يا حيوان. انتوا ربطني كده ليه؟ انت عملت فيا ايه؟ ليل بنفس صبر. تعرفي لو ما تلمتيش وحطيت لسانك ده جوه بقك هقطعهولك وهتبقى وقتها خرصة. نجمة حطت يدها على بقها بخوف وقالت بهمس. انت موديني على فين؟ اخر حاجة فاكراها ان اغمى عليا بعد ما انت دخلت الأوضة. انت اللي اسمك ايه؟ سامعني ولا ما انتش فاهم كلامي اصلا علشان اللهجة غير اللهجة يا جاهل. هو انا مش قلت لك تخرس يا بنت انتي وما هتتكلميش؟ انا مش خابر انت بتبرطمي بتقولي ايه. انا جرفت منيكي. احنا وصلنا دلوقتي افك الحبل من عليكي. لو اتكلمت متعرفيش اللي هيحصل فيكي وهتشوفي ما لا يرضيكي. ويلا انزلي الليلة ليلتنا يا عروسة الشو. بعد دقايق كانوا راحوا للغرفة بتاعتهم بعد ما رحب أهل ليل بيهم. ليل يلا يا عروسة الندامة استعدي ليلة دخلتنا. نجمة بخوف وهي بترجع لورا برهبة. انت عايز مني ايه؟ ابعد عني. روح لأي واحدة من مراتاتك التانيين. ليل وهو بيبصلها علشان تخاف منه اكتر وقال مع اني معرفش من كلامك كتير غير مراتاتك اللي انت قلتيها بس احب اقولك وليه اروح ليهم وانت لساتك عروسة جديدة والراجل يحب يجرب للجديد اللي زيك. انت بتقرب ليه؟ ابعد ولا والله هصوت وهلم عليك الناس. يلا الرجالة مستنيين تحت عايزين يتأكدوا اذا كنت العروسة شخص سليم ولا مغشوشة. انت بتقولي يتأكدوا ازاي؟ انت ستوبيد ومش بتفهم. ومسكت الأداة اللي بقطعوا بيها الفاكهة وحطتها عند عنقها بتهديد. ابعد والا اخلص على نفسي واجيب لك مصيبة. يلا يا بت موتي نفسك. يلا بدل ما اخلص منيكي بيدي وارتاح واصل.
متأكد؟ ايوه متأكد. ما تخلصي بقى وتريحيني من جرفك. يلا. طب بص، نعمل انا وانت ديل. ليه بخبص؟ بتقول ايه؟ معرفش قصدك. اتفاق، هنعمل انا وانت اتفاق. قولي كده بقى، بس انا مش عايز يكون في اتفاقية بيني وبينك. قولي لي هستفاد ايه؟ نجمة بغرور: هتستفاد كتير مع نجمة. قرب منها بسرعة وهي منشغلة في الكلام، وفي أقل من ثانية كان واخد السكينة من بين إيديها. يا إيه ده؟ إيدك بتنزل دم، ابعدها عني ياي. ليل بقرف: عمي معاه حق ان هو يجوزك بالطريقة دي من طريقتك وعمالك السودة. انقلعي من وشي، مش عايزة اشوفك. حسب الله ونعم الوكيل فيكي. انت بتحسسني يعني ان انا والهنا في وشك وانت مش موجود فيك ريحة الوسامة اصلا. ده الممثل بيون وسيوك احلى منك بكتير. جاتك القرف في شكلك ده. راح جاب قماشة بيضة مسح بيها ايده ورماها من النافذة. في اللحظة دي ارتفع صوت اطلاق النار والزغاريد بفرحة عمدتهم. هو ايه اللي بيحصل ده؟ مالكيش صالح، ادخل اتخمدي ده على ضغطك. ام ليل في الوقت ده كانت قاعدة مع جوزها. يا حزني يا قادر، قلبي واكلني على ليل انه اتجوز واحدة زيك دي. انت اللي جبرته وهو يا حبة عيني مش بيحب يكسر كلمتك. يا رباب، اللي بتتكلمي عليها دي بتكون بنت اخوي، واي نعم طريقتها مش احسن حاجة، بس ان شاء الله ليل يصلحها وتبقى زوجة صالحة ليه. يا رب يا ابو ليل، احسن ماني مش مرتاحة للي حصل واللي هيحصل كمان. في اليوم التاني: الحقوني انا بموت. نجمة فاقت وقالت: ثواني كده، انت اللي رميت المية عليا؟ صح النوم يا عروس الشوم. انت عايز ايه يا حيوان؟ حط لسانك جوا بقك واكتمي. قومي جهزيلي الوكل، بس الاول جهزيلي الحمام عشان اتسبح. نجمة بسخرية: تتقي عينيا تتسبح وده ايه كمان؟ روح جهزه لنفسك انت، جهز اللي انت بتقول عليه ده، او خلي امك تعملها لك او حد من الخدامين. هش من هنا بقى، انا عايزه اكمل نوم. شالها ليل وبعدها حطها على الارض بقسوه. هاني شكلي سكتلك كتير وانت تماديتي واصل، والخدامين عشان خاطرك همشيهم وانت هتقومي بكل شغل الظهر. قومي يلا جهزي لي الحمام وبعدها انزلي جهزي لي الوكل. النجمة حست بخوف من صوته، قامت بسرعة جهزت له الحمام ونزلت لتحت. ليل في سره: ده انا هعلمك الادب يا نجمة الكلب. بعد شوية نزل ليل بسرعة على صوت زعيق وصراخ نجمة: انت ازاي يا ست انت تكلميني كده؟ هي ناقصة قرف، ابعدي عني انت وابنك الزفت ده. ليل بزعيق حاد: نجمة انت كيف تتكلمي مع امك كده؟ اعتذري لها حالا. لا انا ما غلطتش علشان اعتذر، المفروض هي اللي تيجي تبوس ايدي وتعتذر لي وانا افكر اسامحها ولا لا. انت فعلا محتاجه ربايه من اول وجديد. رفع عليه ايده وجاي يضربها، بس هي بعدت بسرعه ونكزته في ظهره فوقع مثل الجردل. ده انا اللي شكلي سكتلك كتير على اسلوبك الزفت ده انا نجمه اللي كنت مبهدله شباب امريكا، وانا نجمه اللي بحب السهر والشرب، وانا حابه وضع كده مش عايزه اتغير. جراوتي يلا بعد عني، يلا اسلوبك وكلامك لوكال، مش انت بس، انت واهلك. كملت بتريقه وسخريه: خالص ست الوالده هي اللي تخدمك او واحده من مراتاتك التانيين، طالما هي مش طايقاني يبقى طلقني يا نسوانجي. وانا عارفه انك فاهمني كويس وانك بتفهم مصر يا حيوان. اتفوا عليكم عيله زباله ما تطاقش. للبصراخ: نجمه اهربي، بس لما الاقيكي وتقعي تحت ايدي مش هرحمك. نجمه جريت بسرعه لبره، لقيت سياره اوبر كانت منتظراها. هي كانت مخططه لكل ده. نجمه بفرحه: اخيرا الحريه بعد مده طويله في مطار القاهره. مدام نجمه حضرتك ممنوعه من السفر. وات؟ انت بتقول ايه؟ انت اتجننت؟ ومين بقى اللي منعني؟ انا مواطنه امريكيه ومعايا الجنسيه ومفيش حد يقدر يمنعني ان انا ارجع بلدي. لا اقدر، وانا اللي منعتك. انت جيت يا بابا علشان تودعني ولا ايه؟ ليل من خلفه بسخريه: لا يا روح امي، جاي يرجعك لجوزك. اقسم بالله المره دي بجد هوريكي الويل يا سلطه اللسان. تصدق خفت. ليل بشر وهو شايلها على كتفه مثل شكارة البطاطس المتعفنه. ما انت لازم تخافي من اللي جاي، انت خليتي الصبر يخلص، وشغل بقى اني مش فاهمك وبتقولي ايه ده خلاص بح خلص. بعد مدة كانوا راحوا من المطار ناحية السيارة ولسه هيرميها في العربية، لكن بدأت انها تصرخ بالنجدة: ساعدوني، خطفني، الحقوني. الكل اتجمع حواليهم: ابعد عنها يا جدع انت، واخد الانسه موديها على فين؟ سيبها ولا نتصل بالبوليس. لسه هيقول لهم انها مراته، لكن نجمة كانت حاطة زيت على النار عشان تشعللها اكتر. يا جماعة خلوه يبعد عني، كان عايز يخطفني ويعمل فيا، مش قادرة اقولها حتى. الحقوني.
هجم عليه الكل ومسكوه طحنوه بكل معنى الكلمة. الله، والله زعلت عليك قوي يا واد يا ليل. بالرغم من عضلاته وجسده الرياضي إلا إن الكترة تهزم الشجاعة. بصت له نجمة نظرة أخيرة وهي بتضحك بشر، بعدها سابته ومشيت. أقسم وقتها إنه مش هيرحمها ولا هيرأف بيها. أما بالليل في مالها ليلي كانت تتراقص بجسمها وهي لابسة فستان قصير. كانت عمالة ترقص قدامها راجل وهي مخمورة مش حاسة بنفسها. نجمة بغناء من كتر سعادتها: أخيرا رجعت لحياتي حياتي، أشرب لحد لما اصحى، انسى زين الكلب، اخيرا مش هشوفك تاني. وانا قدامك اهو مش هتعرفي تخلصي مني. نجمة بصدمة وهي عمالة تفرك عينيها: لا مستحيل يكون هو. مش موجود، شكلي تقلت في الشرب، هروح احسن. نجمة بصوت عالي: جايز انا ماشية، اشوفكم بكرة على ميعادنا. واحد من رفاقها: رايحة فين بس يا نجوم؟ لسه السهرة طويلة. سوري يا آسر، مش هقدر اكمل، انا هروح انام. بعد مدة كانت سيارة الأوبر وصلت نجمة لبيتها. دخلت الشقة وهي تترنح يمين وشمال غير قادرة على السير باعتدال. نجمة بغناء غير مفهوم: أنا بحب نفسي مش قادرة بحبكم، عالم أغبياء، أنا برنسيسة أمريكا، أتجوز زين الفلاح. لازم أتطلق، أنا هتجوز الممثل الكوري بيون. يا حبيبي يا بيون. لسه هترمي نفسها على الأريكة لكن اتخضت لما شافت ليل قاعد هناك وهو حاطط رجل على رجل بكل كبرياء وغرور. انت مين؟ والله على طول لحقتي تنسي جوزك يا نجمة الكلب وبتفكري تتجوزي واحد حتى مش هيبص في خليتك. جوزي؟ وانا بقى جوزي متبهدل كده وشكله يعر ويخلي الكلب يقرف يبص في وشه؟ كملت بغرور. وبعدين انا نجمة اي حد بيتمنى بس ان انا ابصله. وبعدين هو انا ليه اصلا بتكلم مع خيال الفلاح ده؟ اصلا مش موجود. شكلي بدأت اكلم نفسي كتير. هدخل انام اخد شاور حلو كده. لسانك ده هيوديكي في داهية في يوم. فأسرع عيلة السلاطنة: اما ما شفتيش ابي بقاله يومين، مش باين من وقت ما نجمة هربت. رباب حدة: ده هيتشلها هي وما الحرباية جلت الحاوة والرباية. سما بشك: اما حضرتك قلت حاجة النجمة علشان تقولك ده. رباب بتوتر: انت بتقول ايه؟ اما قلت لا تاجي تغسلي رجلي. اعترضت. سما بصدمة: بتهزري صح يما؟ احنا من ميتة واحنا بنعامل حد كده. رباب بالمصري: يا بنتي انا كان قلبي محروق على اخوكي فعملت كده، بس ياما ما كانش ينفع اللي عملتيه ده. عارفة عمري في حياتي ما كنت كده، بس هي كمان غلطانة لما شتمتني واخوكي شتمته هو كمان. سما برزانه: ماما حبيبتي، نجمة عايشة طول حياتها بأمريكا ولسه جاية مصر من 6 شهور، مش هتلحق تتعود على عادات مصر وتقاليدها. هي غلطت بس المفروض كنتي تحتويها وتفهميها صح وتفهميها الصح من الغلط برضو. على العموم يا ماما حصل خير، بكرة تبقي انت وهي اصحاب مش بنت وحماتها، وبكرة تقولي سما قال. بعد مرور 10 دقايق كانت نجمة خلصت حمامها وحطت الروب حوالين جسدها. خرجت عشان تكمل ارتداء ملابسها. فتحت عينيها بصدمة لما شافته قدامها ليل بخبز. شكلك والله حابة نكمل جوازنا يا نجمة. انت بجد موجود؟ سيبك من كل ده، بس ايه الحلاوة دي؟ انت عايز ايه؟ ابعد عني ولا هتصل بالبوليس. هقولهم حرامي ومتحمرش اقتحم بيتي بالغصب. ده لو عرفت اصلا. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ ابعد بقولك. بعد وقت كانت مربوطة قدامه. بص فكني بس ونتفاهم نوصل لحل. ليه؟ فضل يبص لها بجمود وبرود وما جاوبهاش. نجمة بزعيق: انت سرحت فين يا حيوان؟ تعالى فكني، ربطني كده ليه؟ انا مش عبد عندك علشان تعمل فيا كده. مسك ليل عصاية غليظة في ايد والايد التانية مسك فيها صوت او قرباج. نجمة بلجلجة: اوعي كل في بالي. ليل بضحكة شريرة: شطورة. حرك ليل العصاية بكل برود على رجل نجمة. نجمة بعياط: خلاص ابعد عني، اسفة.
ابعد عني، انت واحد قاسي قوي، ابعد. لسانك ده مش هيبطل قلة أدب وتطاول؟ خلاص مش هتكلم تاني، بس ابعد عني. بص هعملك اللي انت عايزه، ابعد عني. للبو خبز أي حاجة؟ متأكدة؟ متأكدة. للبو سخرية؟ تمام. موضوع ظهرك في الملهى وراسك مع الرجالة وشربك مش هيعدي، لازم اتأكد انك لسه بنت ولا ضيعت شرفك، وعقابك هيكون أطول مما تتخيلي يا نجمة، هيطول جامد. ما سابلهاش ليل أي مجال للتكلم وتمام جوازه منها. أما في العربية كانت سما باصة للخارج وهي شاردة الذهن، كانت قلقانة على أخوها الوحيد اللي عدت عليه أيام ومحدش اتصل ولا طمنهم حتى. بص لها عادل من خلال مراية العربية وكان عمال يتأمل في ملامحها الطفولية الجميلة بشغف. عادل في سره استغفر الله العظيم، يا رب سامحني، ايه اللي انا بعمله ده؟ فين غض البصر؟ بس انا بحبها، دي اخت صاحبي، ما ينفعش كده. قلبه بس انت بتحبها ومش مشكلة تبصلها. عقله انت بتقول ايه؟ لا طبعا حرام وربنا مش هيبارك لك في حبك ده. قلبه اسكت، انت متعرفش حاجة، ازاي تحب من غير ما تبصلها؟ دايما ماشي بمنطقية، هو لازم يعترف لها بحبه. عقله انت عايزه يعمل حاجة تغضب ربنا؟ ما يروح يطلب ايدها من اخوها. قلبه بس لازم ياخد موافقتها الاول علشان يتاكد اذا كانت بتحبه ولا لا. عقله بطل تحرضه، انت دايما ماشي ورا المشاعر اللي بتودي الانسان في داهيه. قلبه انت مش عارف حاجه فاسكت. العقل عايز تخلي صاحب عمره يقاطعه ولا مكسوف يروح يتقدم لها علشان شغال سواق. ما قدرش ان هو يتحكم في عقله اللي بيقول له روح واطلب ايدها، وقلبه اللي بيخليه ينجرف ورا مشاعره. عادل بصراخ بس بقى خلاص انتوا الاتنين. سما بخضه في ايه اللي حصل؟ مفيش حاجه يا انسه سما، احنا وصلنا الجامعه. تمام شكرا يا عادل. عادل في سره بوجع، انت تكوني ملكي بقى يا سما، لو عرفتي ايه اللي وصلني لهنا مش هتقبلي حتى تتجوزيني. يا رب صبرني وخليها من نصيبي. عندي ليل ونجمه صحي وهي حاسه ان كل ضرب جسمها تأني بالألم. افتكرت اللي حصل ومسكت دماغها بصداع، كانت حاسه انها في كابوس وهتصحى منه. في نفس اللحظه دي دخل ليل للاوضه وبص لها باشمئزاز. ليل بسخريه صباحيا مباركه يا عروس، صح النوم يلا عشان نبدا. انت عملت فيا ايه؟ كنت عملت ايه يعني؟ خدت حقي؟ تسالني ليه يا قطه؟ عايزه؟ لا مش عايزه حاجه، ابعد عني، انا مش عايزه اقعد هنا تاني، انا عايزه اسافر لمامي. مامي مش هتنفعك يا نجمه يا حبيبتي، لاني مش هسيبك. قومي يلا جهزي لي الفطار وبعدها نروح في فيلا التجمع. بس عايزه اسمع نعم وحاضر، واللي انت عايزه العصايه؟ خلاص قايمه. في الجامعه عند علا كانت ماشيه في الممر المؤدي لقاعه المحاضرات وهي بتفكر في نجمه اللي ما تعرفش ازاي تتواصل معاها. وهي بتمشي اصطدمت من غير ما تنتبه في شخص كان قدامها، خبطت فيه. علا انا اسفه ما خدتش بالي. حصل خير يا انسه. سابته وكملت تفكيرها في نجمه الشاب وفضل يبص لها وقال جميله قوي، بس يا ترى شكلها حزين كده ليه؟ بعد فتره من الوقت وقفت نجمه في منتصف الفيلا وهي بصلها بقرف وصدمه. ايه ده؟ انت بتهزر؟ ايه يا نونو الفيلا مش عجباكي؟ عجباني ايه؟ دي عايزه متفجرات، دي عيد تاهيلها. ايه القرف ده؟ مفيش حاجه واحده عادله، والفيلا دي شكلها مش متنضفه بقالها مده طويله، هات حد ينضفها. ايه ده؟ هو انا ما قلتلكيش؟ قلت ليه؟ ليه ببراءه مصطنعه؟ انت اللي هتنضفيها كلها ومفيش حد هيساعدك يا حبيبتي، وده هيبقى جزء من عقابك لحد ما تتعدلي، وعايزها نضيفه والاكل جاهز قبل ما ارجع من بره. ولو حصل عكس كده قولي على نفسك يا رحمن يا رحيم. سلام دلوقتي. وات سيريسلي؟ انا نجمه انضف القرف ده؟ ياي النجمه بتكبر، بس على مين؟ ده انا نجمه زماني. بعد وقت طويل رجع ليل ودخل الفيلا. اول ما دخل اتصدم وقف مكانه متسمر اول لما شاف نجمه وهي واقعه على الارض. ليل بقلق وخوف. نجمه فوقي، انت كويسه؟ نجمه. جري ليل واتصل على الدكتور عشان يجي بسرعه. بعد شويه مدام نجمه جسمها ضعيف محتاجه تغذيه، والا ممكن يحصل لها بعد الشر حاجه وحالتها النفسيه متدمره، فيتراعوها كويس ويتنفذوا لها كل اللي هي عايزاه. والا حاضر يا دكتور، هنفذ لها كل حاجه تقولها لي، شكرا. ليه خرج وصل الدكتور وهنا نجمه فتحت عينيها وفضلت تلف حوالين نفسها بفرحه. يس، وضحكت عليه وخليته زي الخاتم في صباعي. نجمه وهي بتكلم نفسها مثل مجنونه. ايش يا بنت يا نجمه، الله على الدماغ يا بنت يا نجمه، احسن والله يستاهل زين الكلب. يا لهوي عليا، ارجع مكاني بسرعه بدل ما زين الكلب يجي على السيره.
عند سما خلصت كل المحاضرات بتاعتها وقفت قدام الجامعة منتظرة عادل يجي ويوصلها للبيت. زياد بوقعها: راحة فين يا مزة؟ سما بهدوء وهي غضة بصرها: لو سمحت ابعد من طريقي، عايزة امشي. عمر بنظرات وقحة: تمام امشي معانا واحنا نوصلك بالمرة ونتعرف على القمر. زياد بخبز: ايه رايك بدل ما تروحي تقضي اليوم لوحدك تعالي معانا واحنا هنبسطك. عمر لسه هيحط ايده على كتفها، بحركة سريعة مسكت ايده بقوة كسرتها له. يا بنت الكلب والله لو اوريكي. عادل بغضب جحيمي: توري مين؟ ها انت وقول يا ابن ده انا هوديك في 60 داهية واروح فيك في 60 داهية كمان. مسكه عادل وفضل يضرب فيه لغاية لما اغمى عليه من كتر الألم. انت كويسة يا انسة سما؟ حد فيهم عمل لك حاجة؟ بخير الحمد لله. هو انت هتعمل معاهم ايه؟ ما تلاقيش انا هتصرف معاهم. بعد 15 دقيقة الكلاب دول عايزهم يترموا في التخشيبة لحد ما اتصرف. العسكري باحترام وهو بيأدي التحية: تمام يا فندم. تؤمر بحاجة؟ سما بصت له بصدمة. عادل ببرود: لا شوف شغلك يا عسكري. وضع الأصفاد على ايديهم وبعدها ألقاهم في البوكس. سما: انت مين؟ عادل بتوتر: هكون مين يا هاني؟ انا عادل السواق بتاع حضرة جنابكم. ازاي بس؟ اللي حصل من شوية انك قصدك على البوليس؟ اصل يا هاني كلهم صحابي وفي منهم قرايبي، ما تاخديش في بالك علشان صحابي كتير. تمام يلا علشان نروح. عند ليل كانت نجمة افقت من الاغماء المزيف، قالت بتمثيل التعب: وايه اللي حصل؟ انا تعبانة قوي. عامله ايه يا قلبي؟ الف سلامة عليكي كده توقعي قلبي. قلبي؟ ليل بدموع ندم وحب: قلبي وروحي وعمري وحبيبتي ومراتي كل ما ليا. حقك عليا يا بنت قلب، سامحيني. نجمة حطت ايديها على جبهته بصدمة: زين انت كويس؟ تعبان ولا حاجة؟ انا خلاص قررت مش هسيبك لوحدك تاني، وهجيب مراتاتي الاتنين يجوا يساعدوكي بالمرة تتعرفي عليهم عشان تتعودوا على بعض. نجمة بصدمة اكبر: زين انت بتقول ايه؟ انت كويس؟ انت عارف انا مين؟ انا نجمة اللي بتحب تسهر وتشرب ومش عارف ايه. انت مش بتطقها، انا بنت عمك المتمردة. ليل بعشق خالص: انا عمري ما كنت كويس غير دلوقتي. انا حاسس ان روحي بتطلع وانا شايفك واقعة قدامي. انا اكتشفت ان انا حبيتك وعشيتك بجنون، وهبدأ انا وانت صفحة جديدة وهننسى الماضي ونعيش حياتنا ونجيب نجمات صغيرين. نجمة بعزان: بتحبني؟ ننسى الماضي؟ النجمات ما قدرتش انها تتحمل الصدمة، وقعت بين ايده مغمى عليها. أما في مكان تاني اتكلم قلب غضب: ده أنا لو مشغل معايا أطفال كانت عملت اللي أنا عايزه يا باشا. احنا بقالنا 5 سنين بندور عليه مش لاقيين، اختفى زي الهوا. وجه السلاح عليه وأطلق عليه رصاصة أنهت حياته للأبد. اللي مش عايز يحصل له زي ما حصل للزفت ده ينفذ كل اللي بقول عليه. قدامكم شهر واحد وتكونوا لقيتوه وجبتوه لحد عندي الراقع. فاهمين ولا لا؟ حركوا راسهم بسرعة. أما الراجل فضحك ضحكة هستيرية بجنون وقال: هلاقيك وهموتك زيهم بطريقة مش هتقدر تنساها حتى بعد موتك. بعد يومين كان ليل بيعامل نجمة كأنها ملكة متوجة، ولكن ذلك لم ينل إعجاب نجمة بل جعلها أكتر كرها له. نجمة بصراخ وهي ماسكة شعرها وبتشده بقسوة: يا زفت بطل تمشي ورايا، احنا في فيلا مش في مكان غريب. ابعد بقى، انا زهقت منك. انت عايز مني ايه؟ بقالك يومين مش على بعضك. نجمة حبيبتي انا عايز راحتك، انت لسه تعبان وخاف تتعبي. لا ما تخافش، وبعدين ابعد عني. انا بقيت عارفة ان ورا تصرفاتك دي حاجة، ما انا مش استوبت علشان اصدقك. بل ما كنتش بتطيقني لحقت تحبني امتى اصلا؟ انا من غير كلام كتير انا رايحة الجامعة، بقالي فترة ما روحتش بسببك. سلام. مسكها ليل من دراعها بسرعة: استني يا نجمة هوصلك. بس ليل بحدة: من غير بس، هوصلك لحد باب الجامعة واطمن عليك وبعدين همشي. بعد نص ساعة وقفت السيارة قدام بوابة الجامعة، وقبل ما تنزل نجمة من السيارة ليل فضل ان هو يوصيها بالعديد من الوصايا: ما تتكلمش مع حد خلاص بقى يا زين. صدعت ايه؟ انا مش رايحة احارب يعني. ليل بحدة وهو بيمسك على وجنتيها: احلى زين سمعتها في حياتي، بموت انا يا نجمتي، وبعدين انا بقول كل ده لمصلحتك. بهدت نجمة بسرعة وبقسوة وقالت بسخرية: طب روح من هنا، شوف هتعمل ايه يا جوز التلاتة. ليل بضحكة رجولية اخدها للانفاس: ما حبيتش في حياتي غيرك يا نجمتي، مع ان التلاتة في حياتي. مش بقول ان انت بقيت مقرف وملزق قوي. خلصت كلامها وسابته وراحت لمحاضراتها، وفي هذه
هذه اللحظة عادت شخصية ليلى الحقيقية اللي يملاها القسوة والجبروت. شكلك مش هتقعي بسهولة يا نجم الكلب، بس هتشوفي الفلاح هيعمل فيك ايه لما يكسرك. بعد فترة طويلة في الكافيتيريا بتاعة الجامعة، نجمة شافت دانا قاعدة لوحدها وكانت مدياها ظهرها. جريت نجمة ناحيتها وحطت ايديها على عين دانا من ورا وقالت بمرح: بخ. نجمة، كنت فين كل ده؟ وحشتيني وما تتصليش بيا كل ده. زعلانة منك جامد على فكرة. حضنتها نجمة بقوة. ما تزعليش مني يا دوني، كان غصب عني والله، بعد ما بابا جوزني زين الكلب بالعافية. دانا بصدمة: زين مين؟ تعالي انا هحكي لك كل حاجة علشان اعرفك مش هتسكتي غير لما تعرفي كل حاجة بالتفصيل. قصت عليها كل اللي حصل من بداية فشل خطتهم لإبعادها عنها حتى اللحظة اللي بتتكلم معاها دلوقتي. دانا بصت لها بخبز. ده شكله واقع وشكلها هتولع قوي وانا هولعها اكتر. كانت بتقول كل ده في نفسها. نجمة يا بنتي سرحتي فين؟ مش كل مرة كلامك تسرحي معاكي يا نجومة. كنت بفكر في كلامك بطريقة علشان اخرجك يعني من اللي انت فيه، قصدي اللي انت وقعتي فيه. نجمة بفضول: ووصلت لايه؟ قوليلي. هو زين قرب منك؟ نجمة بقرف: للاسف. يس كده كويس قوي قوي. كل اللي جاي هيعتمد على الموضوع ده. انت ناوية على ايه يا دانا؟ انا مش مطمنة اللي انت بتخططي له. ما تقلقيش يا نجمتي، كله خير. طب احكي لي، حتى خليها لما تروحي احسن، مع اني هموت من الفضول، بس اوكي. عند سما كانت نايمة على سريرها تعبانة من دور البرد اللي جاها. حاولت انها تتواصل مع اخوها اكتر من مرة لكن تليفونه كان خارج نطاق التغطية. سما بتنهيدة حزن: انت من ساعة ما اتجوزت ونسيتني خالص يا ليل. يا ليل سامعة يا اخويا. وهي شاردة بتبص في سقف اوضتها دخل عليها عادل وهو بيتمايل يمين ويسار من اثار الكحول. سمسمة: سموك، انت بتعمل ايه؟ ايه ده؟ خمر؟ اطلع بره. سما حبيبة قلبي، انت ليه موجود منك اتنين؟ طلع لك اخت توأم وانا معرفش. خص عليك كده، ما توليليش يا سمسم. عادل انت شارب حاجة؟ اكون شارب ايه يعني؟ شارب حاجة؟ لا. انت عارف عقاب شارب الخمر ايه يا عادل؟ هقولك انا عقابه في القبر: مسودا وجهه، مزرقة عيناه، متدليا لسانه على صدره، يسيل بساق مثل الدم، وعقابه في جهنم، يسقى من نار الخبال في جهنم. اطلع بره وراجع اخطائك يا عادل، احسن ما تتوكل في اي لحظة. خلصت كلامها ولسه هيمشي بس مرة واحدة خد على وشه لقمة قوية من قبضتها اللي كانت تشبه الفولاذ. ده عشان تحرم تدخل اوضتي تاني او تشرب خمر تاني. روح. ايه ده؟ ربنا يغفر لك اللي عملته. فضل يتمايل يمين وشمال لحد ما وصل لاوضته، رمى نفسه على السرير عشان ينام من غير ما يدري بالكارثة اللي هو عملها. سما: حتى انت يا عادل، حتى انت ليه كده؟ استغفر الله العظيم. عندي ليه؟ خلص شغله وبعد كده رجع للفيلا مرهق. كل اللي كان في باله ان هو ينام. راح ناحية اوضته، مسك مقبض الباب عشان يفتحه لكن نجمة سبقته. دل بصدمة: نجمة ايه اللي انت عاملاه ده؟ نجمة ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ نجمة بابتسامة: ايه رأيك في المفاجأة اللي انا عملتها لك؟ بص ليل للأوضة المزينة بالورد الأحمر والشموع، وبعدها بص النجمة واللي هي لابساه ليه بحب مصطنع. جميل جدا يا قلبي، بس ايه المناسبة؟ نجمة بعبوس: مفيش يا زيني، بس انا حبيت يعني نبدأ بداية جديدة، بس انت شكلك كده مش عايز. لابس عادة مزيفة وهو بيحضنها: اخيرا يا نجمتي، اخيرا هتدي لعلاقتنا فرصة. ياه انا مش مصدق نفسي بجد. نجمة بهمس واطي جدا مغفل ليه بسخرية وهمس هو التاني: واحدة غبية. خلصت مسرحيتهم المزيفة بسكوت شهرزاد عن الكلام غير المباح، واللي حصل خلى كل واحد فيهم عايز ان هو يقايق. في صباح اليوم التالي صحي عادل وهو حاطط ايده على دماغه من الألم. يا دماغي، ايه الصداع ده بس يا ربي؟ نفسي افهم بس ايه اللي حصل عشان يسبب له الصداع ده. قعد يحاول يفتكر لغاية ما افتكر اللي حصل. شخص غدر بيه على حين غفلة وشربوا احد المشروبات الكحولية اللي كان
كانت ممزوجة بعصير المانجو، ولكن هو مش قادر يفتكر باقي الأحداث. استغفر الله العظيم، استغفرك يا ربي واتوب اليك. سامحني يا رب، انت عالم باللي حصل كده ازاي وانت تعلم وانا لا اعلم. وقف من مكانه وراح ناحية الحمام علشان يزيل آثار الخمر من هدومه وجسمه. بعد فترة خرج من الحمام بعد ما اتوضى، راح ناحية قبلة الصلاة وفضل ان هو يصلي وعمال يجهش بالبكاء ويناجي ربنا انه يسامحه على اللي عمله، وانه عمله عن غير قصد. في غرفة نجمة وليه صحيت نجمة قبله وبصت له باشمئزاز، لكنها مضطرة انها تعمل كده عشان تتحرر من قيوده للأبد. اتنهدت بملل وابتسمت بتمثيل، خدت بعض خصلات شعرها ومشيتها على وشه برفق. نجمة بدلها: زين حبيبي يلا اصحى. للبهمس: صباحنا على القرف يا رب. صباح الورد يا روح قلبي زينو، وحشتني شوية دول. وانت كمان يا روحي، يلا بسرعة قوم عقبال ما اعمل لك الفطار. هتعرفي تعمليه ولا اساعدك يا حبيبتي؟ ما تقلقش يا حبيبي، مراتك هتفضل تحاول لحد ما الاكل يظبط. للبهمس: ربنا يستر، معدتي بدأت انها توجعني مقدما. ماشي يا نجمتي، خلي بالك بس. حاضر. صح، ابقى ارجع اتكلم صعيدي، بحب اسمع صوتك وانت بتتكلم باللهجة الصعيدي. حاضر يا نجمتي، من دلوقتي هرجع اتحدد صعيدي من اول وجديد. عند دانا. يا دانا، انا مش طايقاه، مش عايزه اكمل، انا مش طايقاه. اصبري بس يا نجمه، كلها ايام وهتتحرري منه. اصبري بس. اوكي، بس انا مش هصبر كتير. المهم، كلمت علا؟ دانا بزعل. علا من ساعه اخر مره اتقابلنا فيها واحنا التلاتة قبل جوازك وهي مش راضيه تكلمني. انا ما عملتلهاش حاجه، بحبها قوي يا بنتي. هتلاقيها مشغوله او حاجه، ما تشغليش بالك، هبقى اكلمها. طيب انا هقفل دلوقتي. take care of yourself، وانت كمان خلي بالك على نفسك. يلا سلام يا نجمه. سلام. خلصت نجمه مكالمتها مع دانا وقعدت تفتكر الخطه اللي حطتها. فلاش باك. الخطه بقى هموت من الفضول علشان اعرف. انا معرفاش انت مرضتيش تقوليها لي غير لما اروح ليه. بصي يا نجمه، انت هتلبسي احلى واجمل حاجه عندك وتزيني الاوضه بشويه ورد وحركات كده، يعني من الاخر ابدعي. النجمه بصدمه: وات؟ انت بتهزري؟ مستحيل اعمل كده. نو استحاله. لا مش مستحيل يا حبيبتي. انت عايزه تطلقي من زين؟ عايزه اتطلق بس من غير بس. اعملي اللي بقولك عليه، اتدلعي شويه. مع الوقت هيبقى زي الختم في ايديكي، وساعتها تقدري تمضيها على ورقه الطلاق من غير ما يلاحظ. فكره برضو، بس انا مش حابه قربه مني. استحملي، كلها فتره وهتعدي. يلا روحي جهزي الحاجه وانا هقفل. باي. خلصت دانا وقفلت وهي بتضحك بالشر على خطتها التي سوف تأتي بنتائج عكسية مع نجمة الحمقاء كما تدعوها هي. هتبقي حامل يا نجمة، وساعتها مش هتقدري تتطلقي وهتلبسي طول عمرك في الزن الفلاح اللي متجوز غيرك 2. عندي يعقوب كان واقف قدام بيت اخوه قادر من كتر اشتياقه لنجمة. جه عشان يشوفها، قرع الجرس بتاع الباب. فتحت الخدامة: ازيك يا شوقية؟ قادر اخوي موجود؟ الحمد لله كويس. ايوه يا يعقوب بيه، البيه موجود، اتفضل. بعد شوية قادر ورباب عرفوا بقدوم يعقوب. لما سمع كده نزل قادر بسرعة وحضن اخوه بشوق كبير. اتوحشتك جو يا اخوي. وانت كمان يا جادر وحشني جو. انت عامل ايه ورباب عامله ايه؟ الحمد لله يا يعقوب يا اخوي. بص يعقوب حواليه، بعدها قلب تساؤل: امال النجمه والليل فين؟ هما لسه نايمين ولا ايه؟ قادر بتوتر: نجمه ما قالتلكش انها سافرت مع ليل في شهر العسل؟ شهر عسل ايه يا جادر؟ ما حدش قال. نجمه اصلا مش بتكلمني بعد ما جوزتها. ليه؟ زعلانه مني بس فتره وهتجي تصالحني. قادر بابتسامه مرتجفه: انا هقول لشوقية تتجهزك جناح، خليك هنا كم يوم لحد ما يرجع يا اخوي. يعقوب بشك: تمام يا قادر، تعالى نطلع الجنة نتكلموا شويه. وحشني الكلام معاك يا ولد ابوي. قادر بضحكه: تحضر صعيدي يا ولد ابوي، وحشنا اسمع كلامك صعيدي. يعقوب رفع حاجه: ما انت عارف اللي فيها يا قادر، بقالي كام سنه عايش في القاهره وسافرت بره كتير، فلساني يعني اتعود، بس انا لسه ما نسيتش ازاي اتكلم صعيدي. يعني ممكن تلاقيني برمي لك كلمه صعيدي كده وكلمه مصري كده. الاتنين ضحكوا وتوجهوا ناحيه الحديقه عشان يستعيدوا ذكرياتهم القديمه. على الناحيه التانية عند سما وعادل في العربيه. في حاجه يا انسه سما؟ سما بقرف وهي غضه بصرها: ما فيش. عادل بقلق ان يكون في حاجه حصلت معاها. قولي بس يا انسه، حصل ايه؟ حد ضايق او حاول بس؟ سما بسخريه: يعني ما تعرفش اللي حصل؟ مش فاكر اللي انت عملته امبارح؟ انا عملت حاجه من غير قصد، انا مش فاكر. تفتكر ازاي وانت كنت مطين وشارب؟ قعدت تسرد له كل اللي عمله، ولما سمع
انكسر قلبه لعدة قطع. سما اخت صاحبه واللي بيتمنى انها تبقى زوجته كان من الممكن انه يعمل لها حاجة وهو غير واعي. اسرع بالعربية لغاية لما وصل امام بوابة الجامعة. نزلت من العربية وهو كمل طريقه متجه ناحية المكان الوحيد اللي بيفرغ فيه كل غضبه. وعدت الأيام ويعقوب كان مستني بنته إنها ترجع من شهر العسل كما هو يظن. اتكلم وقال: أنا بقالي كام يوم بتصل على ليل مش بيرد، حتى نجمة أنا مش مطمن، قلبي وجعني، لو عارف حاجة قولي. ما تقلقش يا يعقوب، الولاد كويسين. يعقوب بحدة: قادر قول الحقيقة حالا، بنت وين؟ ماني قلت لك قبل كده إنهم شهر عسل. ايه يا قادر قول الحقيقة، أنا أول ما جيت ما كنتش مطمن ودلوقتي أنا اتأكدت، وانت اللي أكدت لي إن في حاجة حصلت. قول. قادر بتنهيدة: أنا ما خبرش حاجة يا يعقوب. ليل بقاله كام يوم مش ظاهر، هو ونجمة كنت رايدة أقول لك اللي حصل بس ما قدرتش أخبرك. يعقوب بجنون: يعني إيه؟ بنتي بقالها فترة مش موجودة ومحدش قال لي؟ يعني لو ما كنتش جيت ما كنتش قلت لي؟ حرام عليك يا قادر، حرام عليك بجد. اهدى بس يا ما تقوليش اهدى، مش اهدى، هي دي الأمانة اللي اديتها لابنك عشان أحافظ عليها. قادر بنفس صبر وصوت عالي: اكتم بقى، مش عايز اسمع حسك عاد. بنتك مش مع حد غريب، مع جوزها، فاهم يعني ايه جوزها؟ حصل حاجة يا جماعة؟ ليه حسكم عليك ده؟ يعقوب بص بسرعة لما سمع صوت ليل، شاف نجمة جري عليها بسرعة وحضنها بشدة. حبيبتي وحشتني يا روحي، كنت فين كل ده؟ I miss you too daddy. بعد عنها شوية ومسك وشها وهو بيقول بحب: كده يا حبيبتي رن عليكي ما ترديش، وانت لسه زعلانة مني؟ نجمة بتمثيل الفرحة: لا يا بابي، ده احسن حاجة عملتها ان انا وزين خدنا على بعض خلاص وهنفضل سوا طول العمر، مش كده يا زيني؟ زين بقرف خفي: ايوه يا روح قلبي. يعقوب بفرحة: طب الحمد لله ربنا استجاب دعواتي. طالما كده في حاجة عايزة اقولك عليها. ليه بسرعة؟ عمي عايز يقولك ان هو هيسافر عمره، هو وابوي وست الكل. بص له يعقوب بتعجب وليل اشار له بعينيه ان هو يوافق على اللي بيقوله. فعلا يا نجمة هنطلع عمره احنا التلاتة، وعشان كده عايزك تخلي بالك على نفسك لحد ما نرجع، وخلي بالك على جوزك طبعا. هزت براسها وهي متعجبة من قراره المفاجئ. بعد وقت اتكلمت نجمة وهي بتقول: اهلا على اللي مش بتسأل. علو بفرحة: نجمة انت عاملة ايه؟ كنت فين؟ كل ده مختفية فين؟ وحشتني والله. I miss you so much. انا كويسة ما تقلقيش. I miss you too. طب انت كويسة يا نجمة؟ جوزك كويس معاكي؟ لسه هتقول لها انها مش طايقاه، لكن تراجعت وقررت انها ما تقولهاش على الحقيقة واللي بتخطط له علشان هتنزل عليها بجمل من النصائح. كويسين. المهم انت وحشتني جدا وعايزة نتقابل انا وانت ودانا. استغفر الله العظيم، يوم تاني يا نجمة نكون فيه لوحدنا انا وانت. هو انت مش بتكلمي دانا ولا ايه؟ في حاجة يا نجمة؟ يا بنتي دي صاحبتنا من زمان، حاولي ترجعي تكلميها، دي بتحبك جدا. عارفة انها بتحبني بس اسلوبها مش بيعجبني. طب حاولي بس. حاضر معلش، ماما بتنادي عليا، هكلمك بعدين، سلام. طيب سلام. اتنهدت النجمة بخبص وهي متأكدة ان علا هتسمع لها. في مكان تاني شخص مجهول نقطة ضعفه قدامنا هي يا باشا، بقالنا كام يوم بنراقبها. مجهول؟ هاتهالي، عايزها قدامي خلال ساعة، عايزة اسمع صوتها وهي بتصرخ. تمام يا باشا، ساعة وهتكون قدامك. قفل معاه الحارس ونزل من العربية وراح ناحيتها بدون أن ينتبه له أي حد. ضربها على عرق معين في رقبتها، أغمى عليها، فشالها بين إيده وحطها في العربية. عندي يعقوب وليل. في يا ليل يا ولدي، أنا كنت خلاص أقول لها على كل حاجة. ليل بالمصري: يا عم لسه بدري على الكلام ده، لما أتأكد إنها اتغيرت هعرفها كل حاجة، ما تقلقش وخليك واثق فيا. يعقوب بتنهيدة: ماشي، أمرنا لله. كمل وهو بيديله بوكس في معدته. بس إياك تعمل زي المرة اللي فاتت، قلبي كان هيقع من مكانه بسبب القلق عليها. ليل بيثبته سخرية: ما وجعتنيش على فكرة يا حاج، بس لو اديتك بوكس واحد هيوجعك. لا والله. والله. امشي من قدامي يلا. سابه ليل ومشي من غير ما يجاوبه. فهو بيتعامل معاه بشخصيته الحقيقية غير شخصيته اللي بيتعامل معاها مع نجمة. في الوقت ده عند عادل اتصل به الشخص المجهول: حبيبة القلب معايا، فلو عايزها شخص سليم ابقى دور على مكانها يا حضرة الضابط سفيان، ودي حاجة سهلة بالنسبة لك. عادل بجنون: لا سما، كله إلا سما، كله اللي هي يا ملكاوي، كله اللي هي، واللي عملته زمان هدفعك تمنه غالي، واللي عملته دلوقتي أنا هقتلك عليه. مش لو كنت عرفت زمان تقتلني أصلا؟ مراتك الحلوة
كانت عسل وانبسطت جدا معاها، بس يا حرام كانت حامل. بس يلا هي اتكلت وماتت، وهيبقى دور الحلوة اللي قدامي لو ما سلمتنيش اللي انا عايزه. خلص كلامه وقفل في وشه. الو الو. بص للهاتف بصدمة، اتحولت ملامحه للغضب وهو بيكلم احد زملائه سفيان بجدية واللي هو عادل. عمار هبعت لك رقم، عايز اعرف مكانه في اسرع وقت، فاهم؟ تمام يا فندم. تؤمر بحاجة تانية؟ لا بس بسرعة، خلال 10 دقايق يكون اللوكيشن عندي. قفل الخط وفضل يدور في الأوضة مثل ليس جريح. اللي حصل لروان مش هسمح ان هو يتكرر المرة دي هكون مقتول يا مركاوي، مقتول. نجمة حبيبتي تعالي بسرعة. نعم يا زين، في حاجة؟ ليه بابتسامة واسعة. اعرفك يا نجمة، ميسون مرات الأولانية ومفيدة مرات التانية. ابتسمت نجمة ابتسامة واسعة وحضنت كل واحدة منهم بقوة وسعادة كبيرة جدا، خلت ليه ينصدم من اللي هو شايفه، فهي خلفت كل توقعاته. أهلا يا ميسون، أهلا يا مفيدة، من النهاردة احنا ال3 اخوات وانا اختكم الصغير، فخلوا بالكم عليا يا حلوين. صح؟ انتوا اتغديتوا ولا لسه؟ انا ما اتغديتش وجعانة. يلا ناكل سوا حتى يبقى بينا عيش وملح. ليه من جواه بقلة حيلة وسخرية. اخر حاجة ممكن تيجي على البال. دي نجمة وهتفضل طول عمرها نجمة ومش هتتغير. نجمة بخبز كبير. زيني حبيبي سرحان في ايه؟ يلا يا بيبي، مش هتتغدى معانا ولا ايه يا قلبي؟ حصل حاجة؟ ليه بالصعيدي؟ حصلش حاجة يا نجمة، ما تقلقيش، بفكر في الشغل مش اكتر. كنت بتقولي حاجة؟ بقولك يلا نتغدى سوا. تمام، بس لما ابوي وست الكل ينزلوا اللوح وسما تيجي من جامعتها اتوحشتها جو، مخبرش اتأخرت كل الوقت ده ليه؟ زمانها جاية متقلقش. وسط كلامهم رن هاتف ليل عدة مرات لغاية لما ليه رد. الو يا عادي، في حاجة؟ عمال ترن حاجة حصلت ولا ايه؟ سما اتخطفت من قدام الكلية ازاي؟ فتح ليل مكبر الصوت بصدمة وغضب. انت بتقول ايه يا سفيان؟ انت اتجننت؟ امال انا مخليك تراقبها ليه؟ ها انت بقى اخت ليل السلطان كبير الصعيد اتخطف بسهولة كده ليه؟ وانت كنت فين يا افندي؟ يا ليل من غير كلام كتير، انا اتصلت بالبوليس وزمانهم على وصول، فهبعت لك اللوكيشن على الواتس. تعالى لي بسرعه ما تتاخرش، حياة سما في خطر ولازم نلحقها في اقرب وقت ممكن. خلي عصبيتك دي بعدين. نجمة بصت له بصدمة وهي بتربط الخيوط ببعضها، عرفت انه تم خداعها واصبحت اكبر مغفلة. انا عايز يبقى المكان محاصر بالقوات، فاهم يا حضرة الضابط؟ لو اختي حصل لها اي حاجة مش هيكفيني البلد. خلص ليه كلامه وما سابش اي مجال للكلام، جاي يمشي بس نجمة مسكت ايده بغضب. بقى انا اتغفل منك انت وبابا؟ لا بجد برافو. بعد ليل ايديها عنه بقسوة وغضب لدرجة ان معصمها كان هيتكسر. واحب اقولك بقى يا حلوة، انا ليل مش زين وما عنديش اصلا اخوات بالاسم ده. لو حاولت تعملي حاجة وتهربي يا نجمة هدفنك حية، مش هتاخدي في ايدي ثانيتين، فاهمة؟ غوري من وشي، انا مش فاضيلك. سبا خرج من الفيلا مسرعا وهي فضلت واقفة مكانها بترتعش من قسوته اللي بتشوفها للمرة الأولى، ويبدو أن أيامها القادمة ستكون مطعنة بدلور أسود. أنسة علا. نعم يا دكتور. عايز رقم والدك. ليه حصل حاجة؟ غنيم بتوتر. هو بس عشان عريس وكده. فهمت، بس طلبك مرفوض يا دكتور. مش بفكر اتجوز حاليا، سلام، ورايا محاضرة. غانم بص لأسرها بصدمة وقال يا مجنونة، حد يرفض حد كده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدمة وقال يا مجنونة، حد يرفض حد كده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في أحد الأماكن المهجورة والمنقطعة صحيت سما من مفعول المخدر، جت تتكلم بس لقيت اللزقة على بقها منعها من الكلام. ملكاوي بسخرية وهو بينتزع اللصقة من على بقها بقوة لدرجة انها اوجعتها. وبعدين في دي انت مين؟ هو عايز مني ايه؟ خطفتني ليه؟ متنطق بريئة يا بت، متعرفيش اللي فيها. سما بحدة وهي بتحاول تفك عقدة الرباط اللي كان على معصميها لكن بدون جدوى. اعرف ايه؟ سفيان. مين سفيان ده هو كمان؟ ملكاوي برفع حاجب. عادل هو سفيان. سام بعدم اهتمام. وبعدين اعمله ايه؟ انا كنت حاسه من فتره انه مش مظبوط. كمل كلام. شغال ظابط. كنت حاسه من ساعه اخر مره. كمل. اكمل ايه بس وانت كل شويه تقولي لي حاسه ومش حاسه؟ ما تخافي مني شويه. لا والله مش بخاف غير من ربنا، وبعدين فكني بس وانا هوريك. ملكاوي بغمزه شرسه
وانا بحب الصنف ده اوي. سمر بشر، طب قرب شويه يا اخويا. اقرب وماله، قرب منها. وقف قدامها بشموخ، لكن شموخه هدى وقع على الارض معاه. لما اديته ركله برجليها. يا بنت الكلب، انتم يا اللي بره اتزفتوا ادخلوا هنا. نعم يا باشا نعم. البت دي بنت شمال واهلها باعوها لي، فعايزكم تدلعوها اخر دلع، وعايز مصر كلها تسمع صوت صراخها. فاهمين؟ فاهمين يا باشا. ملكاوي بحده. يبقى شوفي مين اللي هينجدك من تحت ايديهم يا حلوه. خلص حديثه وخرج لبره، ورجالته قربوا ببطء منها وهي عماله تصرخ باسم ليه. عندي ليه يا سفيان؟ انت فين دلوقتي؟ قربت ولا لسه؟ انجز بسرعه، 5 دقايق وهكون وصلت المكان. استعد. انت اللي فين؟ انا في الهليكوبتر وقربت اوصل انا كمان. الطريق كان زحمه، فاضطريت ان انا اركب في الهليكوبتر تبع الشرطه اسهل. كمل بتوعد. وحياة كل شعره حاول يلمسوها بس لكن معذبه في السجن. يعقوب، حد فيكم شاف نجمه او ليل؟ ساندي اللي كانت بتمثل انها ميسون. ما اعرفش يا انكل. ليل بيه جات له مكالمه ان اخته اتخطفت، فجري بسرعه على بره. ايه انت بتقولي ايه؟ طب ونجمه؟ مدام نجمه ما نعرفش برضو هي راحت فين. فضلت تقول كلام كتير زي خدعوني وكلام كتير. لقيتها مره واحده طلعت على فوق بسرعه، بعدين خرجت بره جري هي كمان. يعقوب بصدمه وهو حاطط ايده على نبضه بوجع. نجمه عرفت كل حاجه. نجمه خلاص هتسيبني والمره دي للابد. أسامة، ايه اليوم ده يا ربي؟ كمل هو بصهم بتحذير. اياك انت وهي، اي حد يعرف بالكلام ده. تمام، بس انت كويس يا عم وعرقان كده ليه؟ انت كويس عمو. نظرت الفتاتين ليعقوب الملقي على الارض وهو ماسك مكان قلبه بوجع. الحقونا، حد يجي بسرعه، اتصلوا بالاسعاف. نزل قادر بسرعه وجه ان هو يستفسر عن سبب صراخهم لغايه لما شاف اخوه الوحيد في الحاله دي. قادر بصدمه. يعقوب اخوي، الطير اتصلوا بالناس ده، يلا بسرعه. لا كده مش هنلحقه. شال اخوه على ظهره وتوجه بيه ناحيه السياره عشان يجري بيه على المستشفى. اقف مكانك ما تتحركش. ملكاوي بسخريه وهو بيدعي الخوف. ايه ده؟ انتم جيتوا؟ انا خايف قوي. هبص ايديكم ما تقبضوش عليا، وحياتي سيبوني امشي. ليل بحده وقسوه. سما اختي فين يا ملكاوي؟ للاسف زمانها خلاص، باي باي. بتقابل ملك الموت يا حضرة الضابط ليل سلطان. يا اللي انت طلعت اكبر عضو في جهاز المخابرات بس متخفي. سيب اختي وانا هديك المعلومات اللي انت عايزها. ايه ده يا حضرة الضابط؟ مش معقولة تبيع ضميرك. لا ما يصحش، دي حاجة ما ترضنيش. سفيان بصراخ. بطل حركاتك دي، قلت لك هديلك كل اللي انت عايزه. سما فين؟ انا عايز سما حالا. الفلاشة الاول اتأكد منها وبعدين اسلمها لك. خد. قالها ليل وهو بيرميله الفلاشة. اتكلم ملكاوي وقال: وادي هنداوي. نعم يا باشا. هات اللابتوب. تؤمر يا باشا. ما هي إلا ثواني حتى جاب له اللاب وتأكد من بيانات الفلاشة. وهي دي بقى نسخة من النسخ ولا الأصلية؟ ليه البحدة؟ دي الأصل. أنا عمري ما هضحي بحياة أختي علشان سبب زي ده. ملكاوي بشر وخبز. ادخل شوفها يا حضرة الضابط، تقدر تاخدها. دخل ليل وسفيان بسرعة للأوضة اللي شاور لها، لكن شافوا اللي خلاهم يعرفوا انهم خلاص جم متأخرين. عند دانا. ازيك عاملة ايه؟ كانت بتتكلم في التليفون. علا انا كويسة، انت ازيك يا دانا؟ دانا بسعادة كبيرة. وحشتني يا قلبي. انت عاملة ايه؟ وحشتني جدا جدا. كده كل ده متسألش عليا يا علا بحب مزيف. ما تزعليش مني، حقك عليا، انت اختي وما كانش ينفع اعمل معاكي كده وخصمك. انا اسفه حبيبتي يا علا، كنت عارفه ان انا مش ههون عليكي. بما اننا خلاص اتصالحنا، تعالي نحضر المحاضره الجايه سوا. يعني هنتفق على المكان اللي نلتقي فيه ونخرج انا وانت ونروح المطعم اللي بنحبه. ونجمه مين يا بنتي؟ دي بنت بارده وتوكسيك، انا قطعت معاها من زمان. طلع عندك حق يا دانا، دي بنت مش كويسه. كنت عارفه وكنت بقولك كتير وانت مش بتصدقيني، وهو كويس انك عرفتي. فعلا كويس يا دانا. في المستشفى. اخوي كويس يا دكتور، طمني وريح قلبي.
الطبيب؟ كان اشتباه في جلطة في القلب، بس الحمد لله لحقناه. قادر براحة؟ ألف حمد لله وشكر ليك يا رب، ألف حمد لله وشكر ليك. تشكر يا دكتور. على ايه؟ ده واجبي. بس اهم حاجة الراحة التامة، وما يتعصبش عشان صحته شوية وتقدر تشوفه بعد ما الممرضين ينقلوه أوضة عادية. حاضر يا دكتور، أي حاجة تبسطه هعملها، يكون أحسن. وحمد لله على السلامة. الله يسلمك. عندي ليه؟ للب صدمة؟ سما، لا مش معقول. سما شاف أخته الوحيدة نايمة في بركة من الدم وثيابها ممزقة. سفيان بحدة، ليه؟ ده مش وقته، شيلها بسرعة علشان نلحقها على المستشفى. بقولك بسرعة. حاضر يا سفيان. بعد ساعتين في المستشفى عند سما صحت من إغمائها وبصت حولها بتعجب. بعدها قعدت تفتكر اللي حصل. سما بصراخ، لا ابعدوهم عني، لا ليل ابعدوهم عني. للبسار، اهدي يا حبيبتي، انت كويسة؟ سما بصراخ وهي بتضرب في صدر ليل بكل قوتها. انت ليه ما جيتش؟ ليه؟ انا ناديتلك كتير، ليه ما جيتش؟ ليه؟ وقعت بين ايده بتاعه وهو بيبصلها وبيبص لحالتها بزعل شديد، الحالة اللي وصلت لها بسببه، لكن لازم يتكلم معاها لما هي تفوق. في كافيه جنب الجامعة كانت علا ودانا قاعدين بيتكلموا في آخر فترة حصلت في حياتهم لما كانوا الاتنين مش بيتكلموا مع بعض. علا من الكلية للبيت ومن البيت للكلية، ما حصلش حاجة جديدة. دانا بغيرة. ونجمة مالها زفت يا حبيبتي؟ ما قابلتهاش ولا حاجة؟ لا ومش عايزة اقابلها، دي واحدة ما تتعاشرش بجد. وبجد انا ندمانة ان انا ما سمعتش كلامك من الاول. حقك عليا يا دانا، انا قطعت معاكي بسبب واحدة زي دي. دانا متفهماكي يا علا وعارفة انك مصدومة فيها، بس هي دي حياتها. كملت بتساؤل وقالت، بس هي عملت ايه لكل ده؟ علا بغضب، قولي ما عملتش ايه، دي عملت كل حاجة وحشة فيا بجد مش عايزة افتكر. دانا خلاص يا معلم، اهدي وما تتعصبيش، لما تروحي يبقى احكيلي. وانتي اياكي تكوني بتكلميها. دانا بسخرية وحقد. اكلم مين يا بنتي؟ انا ما كلمتهاش غير كام مرة بس من ساعة ما اتجوزت، والصراحة انا مبسوطة انها متعذبة دلوقتي ومش طايقة جوزها الفلاح. وكملت وهي بتقول بتهور، ده انا قلت لها تعمل نفسها بتحبه عشان تتدبس فيه وتحمل، وهو مش هيسيبها ساعتها. وهي من غبائها صدقتني، وكانت بتحسب ان انا عايزه مصلحتها، بس انا مش بحبها، بكرهها واطيق العمى ولا طقها. وهي عملت ايه علشان تعملي كده؟ دايما عامله نفسها احسن مننا، متكبره على الفاضي. حتى بعد كل سنين صحوبيتنا من وقت ما كنا صغيرين يا دانا لحد ما هي سافرت بره ورجعت، انت برضو مش بتحبيها؟ ولا عمري هحبها، انت بس اللي بحبها، انت اللي زي اخته واكتر. متأكدة؟ دانا بتعجب. متأكدة، بس انت بتسألي كل ده ليه؟ علا بصوت عالي، سمعت كل حاجة دلوقتي وصدقتي؟ نجمة بكسرة وعدم تصديق، صدقت وشفت بعيني وسمعت، محدش قال لي. علا كملت وقالت بقسوة، انت بجد أزبل بني ادم شفتها في حياتي، انت غلطة عمري الوحيدة. ده انا بصدمة، بقى انت يا علا تعملي فيا انا كده؟ يعني كل كلامك ده مش حقيقي؟ علا بسخرية، طبعا يا نونو، هو حد يصاحب واحدة خبيثة وكدابة زيك؟ قطعتها صوت نجمة عالي اللي خلى كل من في الكافيه ينتبه لهم. كلكم كدابين وكدبتم عليا، مفيش حد فيكم حبني بجد، كلكم بتحبوا تستغفلوني وانا زي الهبلة بمشي وراكم. هو انا عيلة صغيرة ولا مجنونة ولا ايه عشان اصدق كلام كل واحدة فيكم؟ انت وبابا اكتر ناس بحبهم، انتوا اللي بتزوني. الوحيدة اللي كانت عايزة مصلحتي بجد هي علا. وقفت قدامها وبصت لها برفع حاجب وقالت بصوت عالي، لا والله، وهتعملي نفسك الملاك البريء برضو اللي مفيش منه اتنين؟ لا فوقي يا حبيبتي، احنا عارفين اللي فيها، ما تعمليش نفسك الخضرة الشريفة اللي مش بتغلط. دلوقتي بقيت الملاك وانا الشيطانة؟ ده انت عملت اللي محدش مسلم او مؤمن بربنا عمله، شرب وشربتي، سهر وسرقتي، عرو وتعريتي، رجالة وعرفتي، كل حاجة حرام عملتيها. نجمة بغمزة وهي بتضربها بقسوة، معاكي حق، واحنا الاتنين زي بعض يا دنو. خلصت كلامها ومشيت، وبمجرد ما تعدت عتبة الكافيه نجمة بدموع، دي غلطتي انا مش غلطتها، غلطتي ان انا بثق في اي حد. يا ريتني فقدت ذاكرتي او اموت، اي حاجة تخلصني من الوجع اللي انا فيه ده. في لحظات تحققت امنيتها وتهوى جسدها على الارض وسط بركة من الدماء بعد ما صدمتها عربية وفرت هاربة. كل ده تحت صراخات علا المصدومة في المستشفى. ولا يحصل لي انا كده بالذات يا ليه؟ قولي، انا بقيت اتمنى الموت
ولا يحصل لي كل ده. فاكر لما كنت صغيرة وكنت بتلعب معايا وانت كنت الفارس وانا الأميرة، كنت بتقولي مهما يحصل هفضل درعك وسندك اللي بيحميك، هحافظ عليك من كل حاجة، مش هخلي حد يقرب لك او يلمس شعرة مني. وعدك ده فين؟ ها انت يا ليه فين كنت لما انا بنادي عليك وبستنجد بيك تلحقني؟ كنت فين؟ هو ده وعدك ليا؟ ما تتكلمش، انا عايزه انام، انا تعبانه وعايزه ارتاح، ويا ريت ارتاح للابد من الدنيا دي. حضنها بقوه اكبر وهي غمضت عينيها وراحت في سبع نومه. عدت الايام وهو بيتلقى اشد انواع العذاب وبيصرخ بألم بداخله، يتوعد لهم اتوجعت، مش مشكله، هي اتوجعت اكتر وبتعاني. فضل يضربه بقسوه، ومع كل ضربة لظهره بيفتح بقه وبيقول له بغضب عايز حد يلحقك صح؟ ايوه مش كده يا حرام، مفيش حد هيساعدك ولا هيفكك من تحت ايدي. اصرخ اكتر، انا عايز صوتك يوصل لمصر كلها، انا هدفعك تمن ده غالي قوي يا سيفو، انت وصاحبك ليل. اخرس، مش عايز اسمع نفسك حتى. سفيان كان مدعي الغباء وفضل يضرب بيه وبيقول له احنا كنا فين؟ مش فاكر، نعيد من الاول. فضل سفيان يضرب بغل عدة مرات متتالية لغاية ما اغمى على ملكاوي من كتر الضرب. سفيان بسخرية وهو بيسكب عليه المياه المتلجة. فوق يا حالتها، هو انت لسه شفت حاجة؟ ما تكونش فافي قوي كده من اولها، ده انت اللي عملته في روان وابني وفي سما، هطلعه عليك يا زبالة. تحب تاخد استراحة؟ لا مش كده، خلينا نكمل بقى. ملكاوي بيزعق وبيصرخ بعلو صوته من الوجع. سفيان، روان حبي الاول، انت السبب في انها تضيع من ايدي، وابني اللي راح بسببك يا حقير. ضحك ملكاوي وقال روان كانت احسن جاسوسة عندي بس الغبية حبتك بجد وسابت كل حاجة علشانك، عشان كده خلصت عليها قبل ما تنطق بأي حرف. يا حرام، انت بتحسب انها ماتت بريئة او مظلومة؟ اتغفلت يا سيفو، اتغفلت وانا سببت لك كل ده. حزين مش عارف حاجة وكنت عايز اكسرك واقول لك وقت ما احب، بس انت اختفيت 5 سنين محدش يعرف فيهم عنك حاجة. سفيان بغضب وعدم تصديق وهو بيضربه بالكرباج. اخرس، مش عايز اسمع حاجة، انت كذاب، هي عمرها ما تعمل حاجة زي كده. اخرس. ملكاوي بسخرية معلش يا سيفو، دي آخرة الحب، ولو كنت فعلا بتحبها وتتجنن عليها ما كنت سبتها لوحدها ساعتها ورحت مهمتك الوهمية اللي انا اخترعتها. كملوا قال بخبث وهو بيلتقط انفاسه بصعوبة شديدة. ولو كنت بتحبها بجد ما كنتش حبت غيرها. اخرس، ما تجيبش سيرة روان او سما على لسانك، غبي يا سيفو. لو كنت كلفت نفسك ودورت شوية وراها كنت عرفت كل حاجة. وسما يا باي كانت زي حتة القشطة من رجالتي. سفيان بعصبية يا عساكر. نعم يا باشا، عاوزكم تروقوا على ضيفنا، عاملوه معاملة الVIP، فاهمين يا باشا. خرج من اوضه التعذيب وهو بيسمع صرخات ملكاوي اللي ملت جميع ارجاء القسم. ركب سيارته وراح ناحية مكانه المفضل اللي بيفرغ فيه كل طاقته وعصبيته. ركب سيارته وراح ناحية مكانه المفضل اللي بيفرغ فيه كل طاقته وعصبيته. انا فين؟ هو انت مين؟ عايز مني ايه وتبصلي كده ايه؟ ايه دي يا نجمة، انا الدكتور اللي بيتابع حالتك. انت عملت حادثة وبقالك اسبوع في غيبوبة. يعني انا اسمي نجمة بس انا ليه مش فاكرة حاجة من اعراض الحادثة اللي بسببها دراعك اتجبست وكنت مخبوطة جامد في راسك، وربنا ستر وعديتي على خير. ومع الاشعة اللي هنعملها ليكي هنشوف اذا كان فقدان الذاكرة ده مؤقت ولا لا. وكمان انتي قطعته نجمة وقالت تمام يا دكتور، بس ينفع تجيب لي هدوم غير دي البسها؟ حاسه ان انا عايزه ارجع من ريحتهم، معلش هتعبك. عادي ولا يهمني، انا هطلع انادي على الممرضه تيجي تساعدك. تمام دكتور. النجمه عامله ايه دلوقتي؟ قالتها ولا بقلق. الدكتور حصل لها فقدان ذاكره، مش فاكره حتى اسمها، بس ما تقلقيش هنعمل لها اشعه على المخ ان شاء الله خير. على بعصبيه يعني ايه؟ هي نسيت كل حاجه، جوزها وعمو يعقوب، حتى انا نسيتني. ايه دي بس يا انسه؟ ايه دي؟ ده ايه بس؟ انا متفهمك بس كل ده مش هيفيد. تقدري تدخلي عشان تشوفيها بس الاول. انا هروح انادي على الممرضه علشان تجيب لها لبس من المستشفى بدل اللي هي لابساه عشان تغير.
قال بحزن. ماشي يا دكتور، خلي بالك عليها، هروح اغسل وشي بسرعة واجي. هز راسه ومشي. في المستشفى عند يعقوب وقادر. يا قادر، انا مش بحب قعدة المستشفيات، مش عايزة اقعد هنا اكتر من كده. قادر بحدة. يلا اقعد ساكت، مش عايزة اسمع صوتك. هتفضل هنا يعني هتفضل. بس انا عايزة اشوف نجمة، وحشتني قوي، زمانها زعلانة مني. انا عايز اخدها في حضني واصالحها. كمل بتوتر. هي سما كويسة، هي وليل. الحمد لله. ما اعرفش راحوا فين فجأة كده. وبعدين قولي ايه اللي حصل عشان يحصل لك كده؟ انا سبتك الفترة دي وما ضغطتش عليك، فاحكيلي. يعقوب بقار. نجمة عرفت كل حاجة يا قادر، وزعلانة مني، مش عايزة اتكلمني كمان. كمل بحزن وقال. حتى مسألتش عليا. بطل اوهام، دي بتحبك. حتى بعد ما انت جوزتها ليل رجعت كلمتك تاني، بس المرة دي غير يا اخوي. قادر بحدة وهو بيعدل الوسادة اللي بينام عليها يعقوب. اسكت، قلت لك بطل اوهام، يلا نام، بس من غير كلمة زيادة. بقول لك نام. عندي ليل وسما. يا حبيبتي كلميني، قولي اي حاجة. ساكتة ليه؟ بس زعلانة مني؟ ما انا حكيت لك كل حاجة وفهمتك. زعلانة ليه بقى؟ سما رد عليا. سما لسه هتتكلم لكنها ما قدرتش، حتى ودانها ما قدرتش انها تسمع بيهم. ليل بظهر. سما انت كويسة؟ قربت منه بخوف وشاورت ناحية اذنها وبقها. لا اسكتي، بعد الشر. حاولي بس تتكلمي يا روحي، حاولي وانا معاك اهو. يلا قولي. ليل سماية، قوليها. ليل بدموع. ابوس ايدك اتكلمي يا سما، مش هستحمل اي حاجة تحصل زي دي. دكتور. في مكان تاني برضو في المستشفى اتكلمت علا وقالت. عايزة ادخل لها بقى. مش عارفة اقولك ايه يا ناس علا، بس مدام نجمة مش في اوضتها. دورنا عليها في المستشفى كلها، ملهاش اثر. مش وقت الهزار ده يا دكتور، عايزة ادخل اطمن عليها. انا بكلمك بكل الجدية على فكرة. علا بغضب واسلوب لاول مرة تتعامل بيه. هي دي بقت زريبة، مش عارفين تهتموا بالمرضى اللي عندكم؟ يعني تمشي من غير ما حد يشوفها؟ كملت بأمر. تشوف كاميرات المراقبة وتعرف هي راحت فين. للأسف الكاميرات كانت في الصيانة وبتتصلح، والكاميرات بدأ التصوير من ربع ساعة بس. كمان المريضة طلعت من نفسها من المستشفى، فملناش علاقة. بجد المستشفى دي لازم تتقفل، قمة في الإهمال. كل الكلام ده اللي انت بتقول فيه انا ماليش فيه. نجمة عايزاها تكون عندي، بس بطل بسبسة. هي كانت حالتك، فانت لازم تتحمل المسؤولية، وإلا هقدم فيك بلاغ ومش هرحمك وهتتشال من نقابة الأطباء. سابته ومشيت وهي بتلتقط أنفاسها بصعوبة. حرام عليكي يا نجمة، حرام عليكي. ليه جاية تسيبيني دلوقتي؟ ليه؟ بعد مرور سنة على اختفاء نجمة، ليه انتقل من الصعيد للقاهرة واستقر هناك، وبقى عايش جنب شغله السري حتى عن أبوه وعن عمه. وفي يوم لما كان في اسم الشرطة بيطلع على بعض الأوراق، سمع صوت عالي ليل بغضب. ايه اللي بيحصل هنا؟ احنا مش في سوق علشان اسمع واشوف الهمجية دي. العسكري باحترام. يا باشا، كله من البنت دي، بقالها كام يوم بتيجي وعامله لنا ازعاج ومحدش طايقها. ليل بحدة. عايزه ايه؟ انت عارفه باسلوبك ده ممكن ارميكي في الحبس وهعمل فيكي محضر ازعاج السلطات. يا رب رفع حاجب، مش الشرطة في خدمة الشعب ولا ايه حضرة الضابط؟ ليل السيناريو بتاع كل الشعب المصري من الاخر كده. عايزه ايه؟ يا رب بسرعة ندخل بس المكتب الاول وبعدين هقولك على كل حاجة. الموضوع خطير جدا. كملت بغضب. وللاسف مفيش حد من البهايم دول راضي ان هو يسمعني، وبيحسبوني عيلة عشان شكلي صغير. جه العسكري عشان يقرب منها، هو حاسس بغضب لكن وقفه ليل بعينه بحدة. ليل بهدوء وامر. ادخلي على المكتب اللي قدامك على طول، انا ربع ساعة وجاي. تمام. ليل بحدة للعساكر. انت منك ليه؟ هو من امتى بنتجاهل مواطن جاي يستنجد بينا؟ ها انطوا ولا القطة اكلت لسانكم؟ ها لو حصلوا القرار ده تاني هتشوفوه وش تاني عمركم ما شفتوه. سامعين؟ العساكر في صوت واحد. حاضر يا باشا، مش هتتكرر تاني. دقايق ودخل ليل المكتب، قعد على الكرسي وبص للبنت اللي قدامه ببرود. يا رب رفع حاجب. مش ناوي تقول حاجة يا زبوطة؟ بصي يا بت، انت الحركتين دول مش هيجوا عليا. مراتي كانت بتعمل اسوأ منك وكنت بكشفها من قبل ما تعمل حاجة، فانجزي ارغي وقولي اللي عندك. يا رب همس. وصل لمسامعه. بقى القمر ده كله متجوز؟ ليل خلي عندك شوية حياة، لو مش عشانك عشان اهلك وعشان ربنا قبل كل حاجة. يا رب خجل. اسف مش قصدي. كملت بجدية. انا يارا 27 سنة، شغالة صحفية في جريدة كبيرة جدا في البلد. بصي انا ما عنديش وقت للسكوت ده، قولي كل كلامك مرة واحدة. يارا بسرعة وخوف وهي مغمضة عينيها. في ناس بتوع سلاح واعضاء بيدوروا عليا عشان كنت براقبهم من فترة من غير ما ياخدوا بالهم، وصورتهم بس كشفوني بسبب صوت الفلاش. شفت الحظ؟
هو ايه ام دي؟ عايزه اسكن عند حد في الشرطه فتره عشان يحميني ويكونوا يعني نسيوني. دي بسخريه. من قالك انهم هينسوكي؟ انت دلوقتي بقيتي خطر كبير على حياتهم، وبعدين مين ان شاء الله اللي هيرضى يخليكي تقعدي عنده؟ يا رب براءه انت. لا والله. وانا وافقت امتى؟ وحياتك اللي توافق؟ لا. وحياه مراتك اللي توافق؟ لا برضه. وحياه اخوك اللي توافق؟ ما عنديش اخوات. طب وحياه اختك؟ لا. طب يا رب اموت لو انت ما وافقتش. موتي مش مهمه برضه لا. اعمل لك ايه عشان توافق؟ انا ماليش فيه. ما ينفعش تقعدي مع راجل غريب في بيته لوحده وانا مش هقدر اتحمل مسؤوليتك. ما اكيد مراتك واختك ومامتك موجودين وباباك حتى لو ما ينفعش. بقولك ما ينفعش. يا رب غضب. تمام قوي انت اللي اخترت. هش امشي العبي بعيد يا شاطره. يا رب توعد. هتشوفي الشاطره دي هتعمل ايه يا حضرة الضابط. ومر يومين وجت يارا مره تانية وراحت اسم الشرطه. راحت على طول للمكتب عند ليل. دخلت بس ما لقيتش اي حد. بس انت يا كابتن. العسكري بضجر. اوف هو انت تاني عايزه ايه يا انسه؟ امال حضرة الضابط فين؟ لسه هيتكلم ويقول لها، لكن جه واحد زميله قال للباشا في مأمورية. ماشي هقعد استناه. العسكري بضحكه ساخره. يبقى استنيه شهر شهرين لان المأمورية مطوله والباشا مسافر. يارا برفع حاجب. بتقولي الحقيقه ولا بتلفه وتدور عليا؟ هو انا فاضيلك؟ امشي يا انسه شوفي انت رايحه فين. يارا بعند. طب عندن فيك هفضل قاعده وشوف مين بقى اللي هيخرجني وهفضل قاعده مستنياه. فضلت منتظره عشان خاطر يجي بس خاب ظنها وهو ما جاش. نامت من التعب في مكانها. في الصباح يا نسا اصحى. في ايه؟ مين مات ولا المكان بيولع؟ قول بسرعه. في انك لازم تمشي. ما ينفعش اللي بتعمليه. وانا امبارح سبتك وما رضيتش اصحيكي علشان لقيتك تعبانه. غير كده كنت مشيتك يا نسا. ليه الباشا مش جاي دلوقتي؟ حاولي تفهمي كده. يا رب اعين لامعه وهي بتتجاهل كلامه عديم الجدوى. هو اللي بيتهجم على ظابط بيحصل له ايه؟ العسكري بضحكه ساخره. ما تحاوليش تعمل اللي في بالك. انت هتاخدي على الاقل سنه سجن وغرامه بمبلغ قد كده. تمشي روحي على بيتك ونامي على سريرك احسن ما تنامي هنا وفي الاخر تطلعي وهتبقي رد سجون. يا رب خيبه امل مزيفه. تمام مش مشكله انا ماشيه. بصلها بسعاده. اخيرا هتمشي من المكان. فهي دايما كانت بتعرقلهم بصرصراتها اللامتناهيه. ثواني وكان سلاحه في ايدها. بص لخصره بصدمه وبص ليها. رفعت السلاح ناحيتها وحطته على راسها وقالت بتهديد، اتصل عليه حالا خليه يجي والا هقتل نفسي. حاول يقرب منها لكن هي بعدت بسرعه لورا. بقول لك رن عليه وقال هموت نفسي وذنبي هيبقى في رقبتكم. حاول ان هو يشوف في عينيها الكذب لكن ما ظهر امامه عكس ذلك. هو شايف اصرارها على تنفيذ اللي هي ناويه عليه. العسكري بهدوء. نزل السلاح يا انسه حالا. يا رب عصبيه. قلت كلمه. انا عارفه انكم بتكذبوا عليا. خلوه يحضر حالا. خلاص بس اهدي ما تتهوريش. بعد اقل من ساعه دخل الاسم ببرود وعدم لا مبالاه بسخريه وهو قاعد على الكرسي وبيرجع ظهره لورا وحاطط رجل على رجل. طبعا هاكي ده انا جاي مخصوص عشان اتفرج على الفيلم اللي قدامي. يلا ابدأي. العسكري سامح. يا باشا انت بتقولي ايه؟ حاول توقفها. اوقفها ليه؟ خليها تكمل. مش هي عايزه تموت؟ خليها تموت اهو وهي هتبقى لا حصلت الدنيا ولا اخره كمان. بدل ما تتقتل بطرق تعذيب شنيعه هتموت بهدوء. يا رب تنهيده. انا مش بهزر ولا انا على فكره. انا هضرب. يلا هضرب اهو بس انت لازم توافق. لا. بصيت له وايديها عماله تترعش. هي مش عايزه تموت نفسها. بتحاول تهدده عشان يوافق على طلبها. في لمح البصر كان السلاح مسحوب من ايديها. سامح براحه. الحمد لله تمت المهمه بنجاح. كمل بغضب. وانت لو عملت كده تاني هكون رميكي في الحبس. ليل برفعت حاجب. لا والله. كمل يا سامح كمل. وبعدين يا باشا اتفضل اتكلم انت. انا راجع البيت ومش عايز حد يرن عليا تاني. مش كل حاجه تافهه ترنوا عليا. كمل بحده. وانتي احنا مش في الشارع علشان تعمل الحركات دي. انا عديتها لك المره دي بس المره الجايه مش هعديها. سابها ومشي. ويارا بص للعسكري بغيظ وقرف. هو ده اللي في مهمه ومش جاي دلوقتي؟ سابته هي التانيه وخرجت مسرعه بتحاول اللحاق بليل. على الناحيه التانيه كان ليل في عربيته بيفكر في نجمه. بعد اختفائها فضل يدور عليها فتره طويله ولا زال بيدور عليها. عمه يعقوب حالته اصبحت متدهوره بعد اختفائها. فهي بنته الوحيده مش بيملك غيرها. وقف قدام باب الفيلا. فتح البوابه بجهاز التحكم ودخل بالعربيه لجوه وهو حاسس بشعور غريب. دخل لفيلا اتفاجئ من اللي كان قدامه. ابوي ست الكل انتوا مشيتوا ميته. ايه ولدي مش عايزنا ناجي ولا ايه يا ليل؟ يا كبير الصعيد. العفو يا ابوي ما اقصدش. انا بس اتفاجأت وبعدين خلاص انا سبت عمدة الصعيد
ليك، ربنا يديك الصحة وتكمل في العمودية. رباب بصدمة، مين دي يا ليه وبتعمل هنا ايه؟ ليل باستغراب ودهشة، مش فاهم قصدك يا ست الكل. اشارت له وراه وعيناه اتملت بالغضب الشديد. انت ازاي تدخلي هنا؟ هو قالك ما ربكيش انك ما ينفعش تدخلي بيت حد بالطريقة دي زي الحرامية؟ ما تنطقي ولا خرستي القطة كان لسانك. هو انت ايه ما عندكيش كرامة؟ قلتلك مش هينفع مش هينفع، احنا مش في لوكاندا. افهمي بقى، لو عايزة حماية اعملي بلاغ والشرطة هتحميك 24 ساعة، بس انا مش هقدر اعمل حاجة، مش فاضيلك ومش فاضي للعب العيال بتاعك. بصت له بدموع حارقة وما قدرتش انها ترد عليه. رباب بحزنه وهي رايحة ناحيتها وعنقتها بحنان. زعتلها ليه يا ليل؟ حرام عليك، دي شكلها غلبان، ما تساعدها يا ولدي، هتلاقي ربنا بعتها ليك علشان تساعدها. انت ما تعرفيش حاجة يا أم. طب احكي لنا.